الصحب والخلان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة جسور. أنا السيار أحييكم تحية عظيمة مباركة، فالسلام عليكم وحياكم الله وبشركم بالخير في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المعدود من أيام الله سبحانه وتعالى. وددت أن أسجل هذا التعليق السريع، وحقيقة لا أجد الكلمات التي تعبر عن الفرحة التي تختلج صدري كما تختلج قلوب الملايين، بل مئات الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا يوم من أيام الله، هذا فتح عظيم، هذا يوم مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم هذا النصر على كافة وسائر بلاد المسلمين، ولا سيما بيت المقدس. يوم عظيم، فتح كبير من الله سبحانه وتعالى به على إخواننا وأهلنا وأحبابنا في سوريا. مشاهد تبكي، أقسم بالله أكاد أبكي كل لحظة على ما أشاهده من مشاهد من خروج أمهاتنا ونسائنا وأطفالنا من سجون الموت، سجون المسالخ التي كما يسميها السوريون. بعض الناس أمضى 40 عاما داخل هذه السجون في ظروف تأبى الوحوش أن تتعامل بها مع خصومها. مشاهد سقوط الطاغية، مشاهد سقوط طاغية الشام وهروبه وسيطرة الثوار على كافة مرافق البلاد، أمر الله سبحانه وتعالى وعد عباده المسلمين بالنصر وبالفتح المخلصين منهم، ولا يضيع الله سبحانه وتعالى عامل منكم من ذكر أو أنثى. الله لا يضيع أجر المحسنين ولا أجر العاملين، ولا يضيع جهود المخلصين والصادقين. الله سبحانه وتعالى فتح علينا هذا الفتح العظيم الذي سيكون حتما مقدمة لفتح بيت المقدس وكافة بلاد المسلمين من أيدي الطغاة والمحتلين والغاصبين. مبارك لسوريا، مبارك لفلسطين، مبارك للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هذا النصر العظيم. إخواني الأحبة، أريد أن أسجل بعض الملاحظات كمسلم صغير من ضمن ملياري مسلم. هذا النصر العظيم حافظوا عليه وإياكم والمتلاعبين. ما أخذ بالقوة لا تسمحوا لهم بأن يأخذوه منكم أو يخدعوكم أو يتحايلوا عليكم من خلال اتفاقيات ناعمة أو من خلال بعض الحركات السياسية والخدع والحيل، كما خدعت بلاد عربية أخرى عندما انتصرت على الثورة ولم تتعامل بحنكة. حافظوا على هذا المكتسب. ما أخذ بالقوة لا تسمحوا له بأن يؤخذ منكم بالأيدي الناعمة وبالحيل وما إلى ذلك. حافظوا على هذه المكتسبات. هذه البلاد بلادكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم فيها وأن ينصرها وأن يجعلها منارة للعلم والاقتصاد والثقافة والفخر، وأن يجعلها حاضنة لكل المظلومين من كل أنحاء العالم. الشعب السوري دفع ثمنا باهظا جدا، أذل، تعرض للإذلال في كثير من البلاد مع شديد الأسف، في البلاد العربية وفي البلاد الإقليمية وفي البلاد الأوروبية وفي الشرق وفي الغرب، أذل وأهين. وحان الأوان، آن الأوان لهذا الشعب أن يعتز في بلده وأن يبني بلده من جديد، وأن يكون نموذجا يحتذى به في كل شعوب الأرض التي ثارت على طغاتها وعلى حكامها. الصحب والخلان، إخواني في سوريا، الأهل والأحبة في كل مكان، بارك الله فيكم، نصركم وأمدكم بنصر من عنده، وشد وربط على قلوبكم وفرج كرباتكم وكربات المسلمين في جميع أنحاء العالم. هذا يوم عظيم، هذا نصر عظيم بعد نحو 60 عاما من الظلم والطغيان والقهر والحديد والنار. آن لكم أن تبنوا بلدكم بحرية بطريقة عادلة، أن لا يعتدي أحد على الآخر، أن تكون البلاد متسعة للجميع، أن يكون الحق والعدل والمساواة والقانون هو مصدر التعامل ونموذج التعامل مع الناس في القضايا كافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح قلوبكم كما أبكيتمونا فرحا، وتحديدا أولئك الثوار الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم وتقدموا الصفوف ولم يأبهوا للعالم أجمع. هناك الكثير من السحرة والكثير من اللصوص الذين سيحاولون سرقة هذا الانتصار. إياكم، تعاملوا بمنتهى الحكمة، تعاملوا بالشورى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم. تعاملوا بالفراسة، تعاملوا مع الأمور ببراغماتية، تعاملوا بعدالة، وإياكم التغول والظلم أو الانتقام من طائفة دون طائفة فقط بمشاعر دفاعية.
فليحاكم المجرمون وليترك أصحاب الشؤون الخاصة الذين لم يعتدوا ولم يؤذوا أحدا. طابت أوقاتكم والسلام عليكم.